السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الفؤاد في كل مكان، معاك مستر محمد علاء مدرس التاريخ والدراسات في اسكندرية. النهارده معادنا أبطال تانية إعدادي مع درس حضارة الهند وحضارة الصين. طب هل حضارة الهند كانت حضارة زراعية زي آسيا أو فينيقيا؟ لا يا عم، فينيقيا كانت حضارة تجارية، كويس للي مذاكر. طب هل حضارة الصين كانت حضارة زراعية؟ هنعرف النهارده اقتصاد الصين، حضارة الصين واقتصاد حضارة الهند كان عامل ازاي. ما تنساش بس تشترك معانا في القناة وتفعل زر الجرس وعشان يوصل لك كل جديد مننا باذن الله. انا معاك لحد ليله الامتحان، ركز وما تكسلش. ويلا بينا نشوف الدرس الثالث بيقول ايه. ويلا بينا بسم الله. قال لك عندنا الدرس بيتكلم عن نماذج الحضارات القديمه بالشرق الاقصى. على فكره المره اللي فاتت احنا كنا بنتكلم عن نماذج حضاره بالشرق الادنى اللي هي مين؟ اللي هي العراق وفينيقيا، وعرفنا ان العراق حضاره زراعيه، وعرفنا ان فينيقيا حضاره تجاريه ولكن كان كده كده فيها زراعه. وبعد كده اتكلمنا عن حضاره موجوده في جنوب غرب شبه الجزيره العربيه اللي هي حضاره اليمن. النهارده بقى هنتكلم عن الشرق الاقصى، شرق قاره اسيا. هنتكلم عن حضاره الهند وهنتكلم عن حضاره الصين. تعال نتكلم عن حضاره الهند. قال لك اول معلومه عن حضاره الهند ان الهند دي موجوده فين؟ قال لك ان هي موجوده في جنوب قاره اسيا. يبقى هي موجوده فين؟ في جنوب قاره اسيا. قال لك نشأت الحضاره الهنديه القديمه على طول وادي السند شمال غرب الهند. يعني يقصد يقول لك ان حضاره الهند القديمه دي كده دي حضاره زراعيه. ان حضاره الهند دي مالها؟ قال لك دي حضاره زراعيه موجوده فين؟ نهر السند ده قال لك في شمال غرب الهند، شمال غرب الهند. قال لك جميل، يعني هو موجود بين الهند وباكستان دلوقتي. تاني يبقى الحضارة الهندية القديمة قامت على نهر السند، يعني معنى ذلك ان دي حضارة زراعية، يعني معنى ذلك ان هي تشابهت مع العراق. على فكرة العراق حضارة زراعية. طب فين نهر السند؟ قال لك شمال غرب الهند، يقع بين الهند وباكستان. طب تعال نكمل. قال لك حيث بدأت بقرى زراعية صغيرة ثم اتحدت مع بعض لتشكل مدن ثم ضمت عدد كبير جدا من السكان. يعني يقصد يقول لك ان الهند اتكونت او اتشكلت قرية جنب قرية جنب قرية ومدينة جنب مدينة جنب مدينة، وفي الاخر اتوحدوا وبقوا حضارة الهند. طب تمام، يعني معنى ذلك يقصد يقول لك ان الهند كانت دولة موحدة. على فكرة بيقول لك هي بدأت بقرى زراعية ثم اتحدت تشكل مدن ثم ضمت عدد كبير من السكان. يعني معنى ذلك ان الهند قال لك كانت دولة موحدة. على فكرة زمان كانت دولة موحدة لا تتبع نظام اسمه دويلات المدن. اللي كان بيتبع نظام دويلات المدن العراق وفينيقيا. قال لك طب ملامح الحضارة الهندية، تعال نتكلم عن الحياة الاجتماعية. المجتمع الهندي كان عامل ازاي؟ قال لك تعددت طبقات المجتمع في الهند قديما. مش فاهم، يعني يقصد يقول لك ان المجتمع الهندي ده كان متعدد الطبقات. كان متعدد ايه؟ الطبقات. يعني يقصد يقول لك ان كان في غني وفقير، يقصد كده. قال لك كانت طبقات المجتمع تقسم بناء عن المهنة او الوراثه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يقصد يقول لك ان المجتمع ما كانش بيتقسم بين غني وفقير بس، قال لك على حسب المهنه والوراثه. انت شغال ايه؟ انت شغال نجار، ممكن تكون مكانه مرتفعه اكتر من اللي شغال مزارع. انت حرفي بتعرف مثلا تصنع اسلحه او بتعرف تعمل او ايه، تعمل منتجات معدنيه الى اخره. قال لك ده كده بيخليك متغير في الطبقات الاجتماعيه، هتبقى طبقه اولى او طبقه ثانيه او ثالثه. يبقى تاني ان الحياه الاجتماعيه كانت بتقسم على حسب المهنه والوراثه. طب عدد طبقات المجتمع او الهرم السكاني او الهرم الاجتماعي عند الهند كان عامل ازاي؟ كان مقسم لاربع طبقات، اعلاهم الكهنه والعلماء والادنى الخدم والعمال. تاني اعلاهم كهنة علماء والأدنى خدم وعمال. يعني يقصد يقول لك اللي كان في قمة الهرم الاجتماعي هنا كده قال لك لإما كان الكهنة لإما كان العلماء. طب قمة قاع الهرم الاجتماعي لإما عندك الخدم لإما عندك العمال. يبقى يا الخدم يا إيه؟ يا العمال. جميل جدا. قال لك وقد تمتعت المرأة في بداية الحضارة الهندية ببعض الحقوق. خلي بالك في بداية الحضارة الهندية، اديني دليل ان هي شاركت في الطقوس الدينية وسجلت. قال لك عندنا اسهاماتها في الحوارات الفلسفية، غير ان هذه المكانة بدأت تتراجع في الفترات اللاحقة. يعني يقصد يقول لك ان المرأة
كان ليها دور محدود في الهند. طب ايوه، امتى بالذات؟ قال لك في بدايه الحضاره، وان الحضاره بدات تظهر كان دور المراه محدود. طب كانت المراه بتتكلم في ايه؟ او كانت المراه كانت بتتدخل في ايه؟ قال لك كانت المراه اما بتتدخل في الطقوس الدينيه، يعني معنى ذلك ان هي كان ليها دور في المعابد، او كان ليها دور في النقاشات الفلسفيه، يعني ليها نقاشات في الكلام. يعني يقصد يقول لك كده اي مبارزه او اي حوار فلسفي حول طبيعه الكون، كان المراه برضو كان ليها دور هناك. يبقى المجتمع الهندي كان متعدد الطبقات. قال لك كانت المجتمع بيقسم على حسب المهنه والوراثه. طب اعلى ناس في المجتمع الكهنه والعلماء، وادنى ناس كان الخدم والعمال. ثم تمتعت المراه في بدايه الحضاره الهنديه ببعض الحقوق. شاركت في الطقوس الدينيه والحوارات الفلسفيه. شاركت فين؟ في الطقوس الدينيه والحوارات الفلسفيه. طب تعالى نتكلم عن الدين في الهند. قال لك قدس الهنود المعبودات متعددة. يعني أول معلومة إن هو كان عندهم تعدد المعبودات. تشابهوا مع مين؟ الله ينور، تشابهوا مع العراق. وتشابهوا مع مين تاني؟ قال لك مع فينيقيا. طب جميل. قال لك مستوحاة من الظواهر الطبيعية. وعبدوا نهر السند. هنا تشابهوا مع المصريين، ان المصريين كانوا بيعبدوا برضو نهر النيل. يبقى خلي بالك، قال لك ان العبادة، قال لك ايام الهنود، ايام الحضارة الهندية، ان هم قدسوا العديد من المعبودات. يعني عبدوا كتير جدا من الآلهة. طب الآلهة كانت جاية منين؟ قال لك جاية من الظواهر الطبيعية. يعني معنى ذلك زي مين ومين؟ قال لك زي العراق وزي فينيقيا. وكمان هم عبدوا نهر السند. يتشابهوا مع مين؟ مع المصريين. وقد اعتقدوا في وجود حياة أخرى بعد الموت. يعني هم اعتقدوا برضو في البعث والخلود. وتعد الهند مهد كتير جدا من العبادات الوضعية. أنا مش فاهم حاجة. يعني ايه كلمة عبادات وضعية؟ يعني عبادات هو اللي ألفها الإنسان، اللي اخترعها الإنسان، غير العبادات السماوية. هم 3 العبادات السماوية، يا إما إسلامية، مسيحية، يهودية، أو الإبراهيمية. دي العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسل بيها الأنبياء للناس. أما الهند ما ظهرش فيها أي ديانة سماوية، ما ظهرش فيها خالص، ما ظهرش فيها خالص. ده ظهر فيها العبادات الوضعية. يقصد بيقول لك إن هي الديانة التي وضعها الإنسان. يبقى هي الديانة اللي بناها الإنسان. قال لك طب زي ايه؟ قال لك زي الهندوسيه وزي البوذيه. طبعا البوذيه ده تمثال البوذا زمان. الهندوسيه اللي هي طبعا عباده، للاسف عباده البقر. يبقى تعد الهند مهد كتير جدا من العبادات الوضعيه زي الهندوسيه وزي البوذيه، التي اثرت بشكل كبير على الحياه الاجتماعيه والفكريه للسكان. يبقى اول معلومه، تعال نلخص الحياه الدينيه كده مع بعض بكل بساطه. ان الحياه الدينيه ايام الهنود هم كان امنوا اول حاجه بتعدد المعبودات. ادي اول معلومه. تعدد المعبودات بس؟ قال لك لا، وكمان اعتقدوا في البعث والخلود. الحياه بعد الموت يعني البعث والخلود. طب بس؟ قال لك لا، عملوا الديانات الوضعيه. يبقى هم عملوا الديانات الايه؟ الوضعيه، اللي هي البوذيه الهندوسيه، التي اثرت بشكل كبير على الحياه الاجتماعيه والفكريه للسكان. قال لك تعالى نتكلم بقى عن الحياه الاقتصاديه، الفلوس. الاقتصاد كان عامل ازاي في الهند؟ قال لك ان الهند، قال لك عندنا كان فيها زراعه، وكان فيها صناعه، وكان فيها كمان تجاره. طب الزراعه، قال لك كانت الحرفه السائده في الهند قديما. يبقى خلي بالك، اكتر الأنشطة، عشان هجيلك في الأسئلة، أكتر الأنشطة الاقتصادية منتشرة قال لك عندنا في الهند، هنقول له بكل بساطة كده الزراعة. ان الزراعه كان اكتر نشاط منتشر. طب اشمعنى؟ قال لك علشان دي عندها نهر السند، وطالما عندنا تربه خصبه وميه عذبه هنعرف نزرع. يبقى اكتر الانشطه منتشره في الهند كانت الزراعه. طب زرعوا ايه؟ قال لك زرعوا القمح وزرعوا الشعير. طب الصناعه، قال لك برع الهنود في استخدام المعادن، هيصنعوا الادوات والحلي، وكانوا كمان متميزين في صناعه الاسلحه. ايه متميزين في صناعه الاسلحه؟ كان احد السيوف خالص، وكان احسن السيوف اللي كان بيفتخر بيها العرب زمان. يقول لك السيف الهندي كان احد سيف، وكان اقوى سيف. جميل. يبقى قال لك ان هم كانوا متميزين في الصناعات المعدنيه. يبقى من الاخر كده ان هم كانوا متميزين في الصناعات المعدنيه، خصوصا صناعه الايه؟ الاسلحه.
لحى. طب بس قال لك لا. وصناعه الخزف، اللي هي الخزف يقصد يقول لك زي الاساور. قال لك مثلا طبق كده منقوش عليه مكتوب عليه كلمات، طبق من النحاس كده بتلاقيه في بيتكم، قال لك مكتوب عليه ايه قرانيه، ده اسمه الخزف. قال لك والمنسوجات القطنيه، الهدوم. يبقى هم كانوا بيصنعوا، خلي بالك، الهدوم بتاعتهم او كانوا بيصنعوا الملابس، عشان ممكن تيجي لك من الايه؟ قال لك من القطن. يبقى الصناعه قال لك برعوا في الصناعات المعدنيه، خصوصا صناعه الايه؟ الاسلحه. طب جميل. قال لك طب تعالى نتكلم عن التجاره. قال لك يلا بينا التجاره. قال لك استخدم الهنود اوزانا حجريه مكعبه لتحديد اوزان السلع. يعني هم من الاخر استخدموا الميزان علشان يعرفوا يحددوا السلع. طب جميل. قال لك كما استخدموا الاختام، خلي بالك استخدموا الايه؟ الاختام. طب جميل، دلاله على منشأ السلعه. الختم ده تشابهه مع مين؟ قال لك تشابهه مع العراق. ما هي العراق برضو استخدمت الاختام. قال لك طب هم ليه استخدموا الاختام؟ قال لك لمعرفة منشأ السلعة. يعني ايه من لمعرفة منشأ السلعة؟ يعني يقصد يقول لحضرتك مكانها هتصنع فين. يبقى هم استخدموا الاوزان الحجرية، قال لك استخدموا الموازين واستخدموا الاختام. ايوه ليه؟ عشان يعرفوا منشأ السلعة. وقد نشطت التجارة قديما بين الهند وعديد من المناطق، فتجروا مع العراق، يعني تجروا كده يعني ناحية الغرب. قال لك وتجروا برضو مع فارس، برضو ناحية الغرب. وتجروا كمان مع اليمن، بس اليمن كان معاهم تجارة بحرية مش برية. العراق وعلى فكرة والفرس كانت تجارة برية، أما التجارة البحرية كانت مع اليمن. يبقى التجارة استخدموا أوزان حجرية واستخدموا الأختام. طب أنت ليه استخدمت الختم؟ قال لك عشان أعرف مكان السلعة. تشابهوا مع مين؟ قال لك تشابهوا مع العراق. ما هو العراق برضو استخدموا الإيه؟ الأختام. حلو. قال لك طب تعالى نتكلم عن الفنون والعمارة، المباني. قال لك اهتم الهنود القدماء بتخطيط المدن، تمام، والطرق، فخصصوا مناطق محددة للسكان وأماكن للسوق وأماكن للأنشطة الاقتصادية. يعني يقصد يقول لك إن هم اهتموا بتخطيط المدن، عملوا لكل مكان، قال لك لكل مكان حاجه. يعني مثلا المكان ده للسكن، المكان ده للسوق، المكان ده لاي نشاط تاني، لاي ممارسه اقتصاديه. يبقى تاني اهتموا الهنود القدماء بتخطيط المدن، يعني المدن ما كانتش عشوائيه، يعني معنى ذلك اهتموا بالتنظيم. ادي اول معلومه. بالاضافه لتخصيص مناطق لاقامه الشعائر الدينيه. يبقى يقصد يقول لك ان المدن زمان اتقسمت مكان للسكن، قال لك عندنا اماكن للعباده وكمان اماكن للايه؟ للتجاره، عشان لما يجي لك سؤال اكمل او يجي لك سؤال دلل. يبقى يقول لك ان اهتم الهنود القدماء بتخطيط المدن، صح ولا غلط؟ صح، حيث خصصوا اماكن للسكن، اماكن للعباده، واماكن كمان للتجاره. وكمان هم تميزوا في فن النحت، فنحتوا جوه الكهوف. نحتوا جوه الايه؟ الكهوف. قال لك زي كهوف اجنتا. يبقى زي كهوف ايه؟ اجنتا. يبقى تاني، يبقى هم برعوا في النحت حيث نحتوا الكهوف زي كهوف اجنتا او المدن. قسموا المدن لسكن وللعباده وكمان للتجاره. يبقى الفنون والعمار اهتموا بتخطيط المدن، قسموا المدن للسكن، قسموا المدن للعباده، قسموا المدن للتجاره، اماكن للعباده، ونحتوا جوه الكهوف زي كهوف ايه؟ اجنتا. حلو الكلام. تعالى بقى نتكلم عن الحياة العلمية. هل الهنود كانوا جهلة؟ قال لك لا. تعد الهنود أحد مراكز العلم والثقافة. إزاي؟ حيث برع العلماء زمان برضو في علم الفلك وعلم الطب. يبقى هم كانوا بارعين في علمين، علم الفلك وعلم الطب، حيث عرفوا دراسة حركة الأرض والكواكب. وفي علم الطب فأجروا عمليات جراحية دقيقة واستخدموا الأعشاب، يعني عملوا حاجة اسمها التداوي بالأعشاب. يعني معنى ذلك انت عندك مرض اشرب ميه النبته دي. يعني مثلا يقول لك واحد عنده برد يقول لك اشرب ميه جوافه او ورق الجوافه، او اشرب كراويه، او اشرب ينسون. كل دي اعشاب بتساعدك في العلاج، اسمه التداوي بالاعشاب. يبقى هم كانوا متقدمين في علم الفلك فدرسوا حركه كوكب الارض وحركه النجوم والكواكب. والطب قال لك اجروا عمليات دقيقه واستخدموا، قال لك عندنا الاعشاب لاغراض ايه؟ طبيه. حلو الكلام. تعال نكمل. قال لك تعالى بقى نشوف الحضارة الصينية. كده تكون انتهت معانا الحضارة الهندية. الصين، قال لك عندنا هل الصين كانت عاملة ازاي؟ قال لك بصراحة ان الحضارة الصينية بكل بساطة كده، قال لك برضو دي حضارة
زراعية. جميل يا عم. يبقى أول معلومة كده عن الصين إن هي حضارة زراعية. قال لك تعد الحضارة الصينية من أقدم الحضارات التي عرفها الإنسان، وقد نشأت في وادي نهر هوانج هو. خلي بالك الهند في نهر السند، قامت على نهر السند، أما الحضارة الصينية على نهر اسمه هوانج هو. وكان يحكم الصين قال لك في معظم تاريخها أسر قوية تعرف باسم السلالات الحاكمة. يعني يقصد يقول لك إن مش أي حد بيحكم الصين، دي كانت في أسرة حاكمة الحكم ما بيطلعش براها. الابن مات، الاب مات، الابن يحكم، الابن مات، الخال يحكم، العم يحكم. يعني يقصد يقول لك ان كان حكام الصين اسر قويه تدعى اسم السلالات الحاكمه، دي سلاله كامله. يعني انا استنتج من كده ان نظام الحكم برضو كان في الصين قال لك عندنا وراثي. ان نظام الحكم في الصين كان عامل ازاي؟ وراثي. واستطاعت أسرة تشين أن تؤسس الدولة الصينية بتوحيد الدويلات المتنازع عليها. ثانية، أسرة مين؟ تشين. يبقى أول معلومة كده إن أسرة تشين دي وحدت بلاد الصين أو وحدت مدن الصين. هو تشابه مع مين كده؟ الله ينور على الرد. هو تشابه كده مع سرجون الأول، الراجل الأكدي اللي وحد بلاد العراق. يبقى هو تشابه مع سرجون الاول الراجل الاكدي اللي وحد بلاد العراق. يبقى تعد الحضاره الصينيه من اقدم الحضارات التي عرفها الانسان، وقد نشأت على نهر هوانج هو. وكان يحكم الصين في معظم تاريخها اسر قويه تدعى باسم السلالات الحاكمه. واستطاعت اسره تشين ان تؤسس الدوله الصينيه. يبقى اللي وحد الدوله الصينيه اسره مين؟ اسره تشين. قال لك خلي بالك ده اللي وحد بلاد الصين، وخلي بالك تشابه مع سرجون الاول الراجل الاكدي اللي عرف يوحد بلاد العراق. جميل. تعال نتكلم عن ملامح الحضارة الصينية. الحياة الاجتماعية، قال لك كانت الأسرة في المجتمع الصيني هي وحدة البناء. يعني معنى ذلك هم اهتموا بالأسرة. يبقى معنى ذلك إن الصين اهتمت بالايه؟ الله ينور عليك، اهتمت بالاسره. تشابهت مع مين؟ قال لك تشابهت مع اليمن. اليمن برضو اهتم بالاسره. وتشابهت مع مين برضو؟ اتشابهت برضو مع العراق، ان العراق برضو كانت الاسره هي الوحده الاساسيه للبناء الاجتماعي. يبقى كانت الاسره في المجتمع الصيني القديم هي وحده البناء الاساسيه. ده حيث اهتم المجتمع الصيني بتربيه الايه؟ الاطفال. قال لك على عديد من القيم. زي ايه القيم؟ قال لك زي الطاعه والولاء للاسره والمجتمع واحترام الكبار. يعني معنى ذلك هم اهتموا بالاخلاق واهتموا بالقيم. يبقى يجي لك سؤال ان المجتمع الصيني اهتم بالقيم والاخلاق، حيث ربى الاطفال على الطاعه والولاء للاسره والولاء للمجتمع واحترام الكبار. واقتصر دور المراه في المجتمع الصيني على تربيه الطفل واداره شؤون المنزل. يبقى خلي بالك تاني، كان دور المراه محدود فين؟ قال لك كان محدود جدا في حضارة الصين، على عكس مين ومين؟ قال لك على عكس اليمن. اليمن لا، اليمن وصلت المرأة لأعلى مكانة. يبقى خلي بالك اقتصر دور المرأة على تربية الطفل. يعني الست مالفيش اللي أهميتها كلها في بيت جوزها، هم متبعين المبدأ ده. يبقى تاني اقتصر دور المرأة في المجتمع الصيني على تربية الايه؟ الأطفال. ولم يكن لها الحق ولا في الميراث ولا حتى في تولي المناصب الحكومية. يعني ما كانش ليها الحق في أي حاجة، ما كانش ليها الحق في أي حاجة. يبقى كان دور المرأة محدود فين؟ قال لك في الصين. قال لك على عكس بلاد مين؟ على عكس بلاد اليمن. تعال نتكلم عن الحياة الدينية. قال لك تنوعت المعتقدات الدينية في المجتمع الصيني. يعني معنى ذلك كان عندهم تعدد في الأديان. تاني كده هو حصل لهم تعدد في ايه؟ في الأديان. وكان من أشهرها البوذية. خلي بالك عبادة البوذا، إله البوذا، تمثال البوذا، ولا إله إلا الله طبعا. هنا طبعا تشابهوا مع مين؟ الله ينور. هنا تشابهوا مع الهند. مع الهند برضو كان فيها، قال لك عندنا عبادة البوذا والهندوسية. بس التشابه اللي بين الصين والهند الاثنين عبدوا نفس التمثال او نفس الاله اللي هو اله الايه؟ البوذا. التي دخلت الى الصين عن طريق الايه؟ الهند. ادي هو كمان قايلها لك. جميل. تعال نتكلم عن الحياه الاقتصاديه. قال لك ان الهند زمان كانت ان الصين زمان كانت حضاره زراعيه، يعني اهتموا بالزراعه. قال لك برضو كانت اساس الاقتصاد الصيني. يعني معنى ذلك ان هي اتشبهت مع الهند واتشبهت مع العراق.
الاثنين اهتموا بالزراعه واختلفوا مع مين؟ قال لك مع فينيقيا. فينيقيا اهتمت بالتجاره، كان النشاط الاساسي التجاره. حيث اهتم الصينيون باستصلاح الاراضي الزراعيه وشق الترع، يعني معنى ذلك ان هم اهتموا، الله ينور، بشؤون الري. يبقى خلي بالك من المعلومه دي، ان الصين يجي لك سؤال في الامتحان يقول لك دلل اهتم الصينيون القدماء بشؤون الري حيث استصلحوا اراضي زراعيه وشقوا الترع والقنوات. يبقى يجي لي سؤال في الامتحان يقول لي دلل اهتم الصينيين القدماء طبعا بشؤون الري او بتطوير الزراعه عن طريق استصلاح اراضي زراعيه وشق الترع والقنوات، ومن اشهر المحاصيل الزراعيه القمح والرز. حيث اهتموا كمان بتربيه دوده الأز. طب ليه يا عم؟ قال لك لانتاج الحرير. جميل. يبقى قال لك اهتموا، قال لك بانتاج الايه؟ الحرير الذي اشتهر بها الصين في العالم القديم. معظم ملابس الصين كانت من الحرير على فكره. يبقى حيث اهتموا بتربيه دوده الأز. ايوه ليه؟ لانتاج الحرير. ايوه طب الحرير دي ليه مهم؟ قال لك عشان بيخش في صناعه المنسوجات. يبقى عشان هو بيخش في صناعه الايه؟ المنسوجات. جميل يا عم. قال لك تعالى نتكلم عن الصناعه. قال لك اشتهر الصينيون بصناعه الخزف واستخدم الحرير في صناعة الملابس. صناعة الخزف اللي هو الصيني، اللي هو الطبق الصيني اللي في بيتكم. يبقى اشتهر الصينيون القدماء بصناعة الخزف وصناعة الحرير. قال لك استخدموا الحرير في صناعة الملابس. كما أبدعوا في صناعات الأدوات البرونزية، استخدموا معدن البرونز في الصناعة. يبقى هم اشتهروا بصناعة الخزف وصناعة الملابس من الحرير. خلي بالك الصين صنعت الملابس من الحرير، ركز من المعلومة دي. اما الهند خلي بالك هي صنعته منين؟ قال لك من القطن. خلي بالك من المعلومه دي. قال لك طب التجاره ازدهرت في ظهور العملات المعدنيه وساعد طريق الحرير الذي كان يربط بين الهند، كان يربط بين الصين بين وسط اسيا واوروبا على تنشيط حركه التجاره. تاني التجاره كانت مزدهره. طب هي ليه ازدهرت؟ قال لك بسبب اول معلومه اكتشاف العملات المعدنية، أو بسبب ظهور العملات المعدنية أصبح للسعر ليها ثمن. السلعة أصبح ليها ثمن، دي ب 2 جنيه دي 3 جنيه إلى آخره على حسب العملة يعني بتاعتهم كانت زمان كانت عاملة إزاي. يبقى يقصد يقول لك إن التجارة ازدهرت في الصين. قال لك بسبب، قال لك اكتشاف او معرفه العملات المعدنيه الفلوس، فعرفنا نحدد قيمه السلع. اكيد طبعا هي احسن من ايه؟ احسن من المقايضه. وكمان ان كانت الصين قال لك عندها طريق مهم جدا اسمه طريق الحرير. طريق الحرير موجود في الصين اللي كان بيربط بين الصين ودول العالم اللي موجوده في اسيا وموجوده في اوروبا. طب نصبر ثانيه. قال لك طريق الحرير موجود في الصين، اتفقنا. اما طريق البخور كان موجود فين؟ قال لك كان طريق البخور، لا يا عم معروفه، كان موجود في اليمن. يبقى خلي بالك من المعلومه دي. طريق البخور كان موجود في اليمن. طريق الحرير قال لك كان موجود في الصين. وادي يا عم مكان طريق الحرير كان مطلعه من هنا من الصين، كان كل القوافل التجاريه بقى بتمشي كل ده، يعني كل الحدود دي كانت بتعدي على الهند وعلى بلاد فارس وكمان على الجزيره العربيه. طب تعالى نتكلم عن العمارة والفنون. قال لك اهتم الصينيون القدماء برضو بتخطيط المدن بشكل دقيق، وكانت المدن محاطة بالأسوار. ثانية، ان الهند اهتموا بالتخطيط المدن وخصصوا، يقول لك عندنا وقسموا المدينه لعده اماكن، وكل مكان ليه مهمه معينه، في اماكن للسكن وفي اماكن للعباده وفي اماكن لممارسه الانشطه الاقتصاديه. اما في الصين هم برضه اهتموا بتخطيط المدن، ولكن بنوا حواليها الاسوار. تشابهوا مع مين؟ قال لك تشابهوا مع فينيقيا. خلي بالك من المعلومه دي، برضه فينيقيا اهتمت ببناء القلاع والحصون والاسوار. ايوه ليه؟ قال لك للحمايه من الهجمات الخارجيه. يبقى الصين بنوا حوالين المدن الاسوار، قال لك ليه؟ لحمايتها من الهجمات. ويعد سور الصين العظيم من اعظم الانجازات المعماريه في الحضاره الصينيه. ده السور الصيني العظيم زمان، وهو من ضمن المواقع المسجله في قائمه اليونسكو من ضمن الاثار او التراث العالمي. جميل. بما تفسر انشاء سور الصين العظيم؟ قال لك اكيد طبعا لحمايه الحدود الشماليه للصين من الاعداء. يبقى ايوه ليه بنوا سور الصين العظيم؟ قال لك لحمايه الحدود الشماليه، لحمايه الحدود الشماليه.
وكما برع الصينيون في كل الوان الفنون زي الرسم والنحت والموسيقى وكمان كتابه الشعر والالعاب القتاليه زي الكونغ فو. قال لك طب الحياه الفكريه العلميه، قال لك حقق الصينيون القدماء تقدما في العديد من المجالات. قال لك زي المجالات الايه؟ الفلسفيه، الفلسفه عملوا حاجه اسمها فلسفه الطاو، يعرفوا ما وراء الكون وماهيه الانسان والانسان جاب منين والكون اتعمل ازاي. دي كانت زمان اسمها فلسفه الطاو. مش عليك ان هو اللي عليك يعني ان كان الصين كانوا متميزين قال لك في علم الفلسفه، وضعوا القواعد الاخلاقيه، الانسان ازاي يتعامل مع البيئه، ازاي يتعامل مع المجتمع، ازاي يتعامل مع الحيوان. قال لك جميل، يعني معنى ذلك كانوا بيحددوا السلوك الانساني. يبقى تاني الفلسفه وضعوا القواعد الاخلاقيه، في الفلسفه اهتموا بعلم الفلسفه، النتيجه وضعوا القواعد الاخلاقيه وحددوا سلوك للانسان. طب تمام، تعال نتكلم عن الرياضه. استخدموا جدول الضرب اللي انت مش عارف تحفظه لحد هذه الساعه، يبقى رياضيات استخدموا جدول الضرب. طب يا عم الطب ابتكروا طرق متنوعه للعلاج، قال لك زي الوغز بالابر والعلاج بالاعشاب. الوغز بالابر ده اتفرجنا عليه في فيلم فول الصين العظيم بتاع هنيدي، لما كان في جثه كده موجوده مع جده اللي في الصين وكان كل شويه عمال يشكشكه، كان مكان الالم زمان هم ايام الصين يعرفوا في مكان الالم ويبداوا يحطوا 500 ابره على مكان الجرح ده او على مكان الالم ده. هم مقتنعين ان ده كان بيعالج، كان بيعالج، بيقولوا ان هو كان بيعالج زمان. المهم ان طرق العلاج زمان كانت الوغز بالابر او العلاج بالاعشاب الطبيعيه. تشابهوا مع مين هنا؟ في الهند، اللي هو العلاج بالاعشاب الطبيعيه. وقد سبق الصينيون حضارات العالم في اختراع عديد من الابتكارات، زي اخترعوا الورق. على فكره مصر القديمه اخترعت ورق البردي، اما الصين اخترع ورق الكتابه اللي انت بتكتب عليه دلوقتي وانا بكتب عليه. اخترعوا الورق الذي يقول لك اخترعوا العالم، قال لك عندنا تساي لون، يبقى العالم تساي لون، ما تقولش تسلون، هو اسمه اساسي تساي لون. يبقى قال لك عندنا، يبقى مثل الورق الذي اخترعوا العالم، قال لك عندنا تساي لون، ده الراجل اللي اخترع الورق اللي انا وانت دلوقتي بنكتب عليه. وكمان قال لك عرفوا فن الطباعه وعرفوا البوصله، يعني عرفوا في تحديد الاتجاهات. وكمان عرفوا كمان حاجه اسمها استخدام البارود، استخدموا البارود زمان. جميل، طب عظيم. قال لك تعالى بقى كده يكون الدرس خلص. اتمنى يكون الدرس اتشرح. الدرس سهل خالص، ما فيهوش اي معلومات صعبه، بسيط، حتى الملامح بتاعته واضحه. احنا قلنا ان حضاره الهند حضاره زراعيه والصين حضاره زراعيه، واتكلمنا عن الديانات هنا. طبعا ما كانش فيه، قال لك كان في ديانات في الصين كانت قليله، هي بس الديانه البوذيه، وقلنا كده كذا حاجه مكان للتشابه. اتمنى يكون الدرس اتشرح وتفهم كويس جدا. كان معاك مستر محمد علاء. اتمنى تشترك معنا في القناه وتفعل زر الجرس، واشوفك يا بطل في الدرس اللي جاي، درس الحضاره الاسلاميه، ويبقى احنا كده وصلنا لك على اليوتيوب نص المنهج. ما تكسلش واستنى فيديو مراجعه الوحده الثانيه كامله باذن الله. كان معاك مستر محمد علاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.